الله الرحمن الرحيم. نبدأ ماتش النهارده، ماتش المحلة بعد ماتش الأهلي اللي كان حصل فيه حاجات غريبة طبعا. فنبدأ ماتش النهارده كده وإن شاء الله نفوز النهارده، نكسب الثقة تاني ونرجع نشوف الأيام اللي جاية بقى فيها إيه بعد الماتش الغريب اللي الزمالك عمله المرة اللي فاتت. الماتش اللي فات ده مأثر على نفسيتي جدا، مش عشان انا ياما خسرت ماتشات من الاهلي ما كنتش عندي مشكله، كان الماتش اللي فات ده بالذات كان سهل والاهلي كان مسلم لك نفسه، ولما انت كنت وحش هو كان مسلم لك نفسه اكتر، ما كانش بيعمل حاجه يعني، ما كانش قوي يعني. انت لما سلمته الماتش وقلت له خد انت الماتش ما كلمكش يعني، يعني ما كانش قادر يأذيك، وفضلت انت تسلم في الماتش لحد ما بايلك. ان شاء الله ماتش النهارده نحاول نعوض، نحاول تبقى انطلاقه جديده اكننا لسه بادئين الدوري، اكنها انطلاقه جديده ونلعب ونشوف يعني. النهارده الزمالك عامل تغييرات كتير قوي في التشكيله، منها كويس ومنها عندي عليه اعتراضات كده، بس ان شاء الله ربنا يسهل ونشوف النهارده اللي هيتم. انت قادر الماتش اللي فات تكسب وتكسب مكسب مرتاح، بس انت فرطت في الفوز. فطبعا انت الايام اللي جايه بقى هتبتدي تجري ورا النتيجه، وهتبتدي تجري ورا ان انت ما تفضل متصدر، عشان اقرب هزيمه او اقرب تعادل هيبتدي يعمل لك مشاكل كارثه. فانت دلوقتي بقيت مضغوط ضغط ان انت عايز تجري ورا النتيجه وعايز تجري ورا الماتشات عشان تفضل متصدر. كان في ايدك ان انت ما يحصلكش كل ده، بس تمام يعني، رب ضارة نافعه يعني. الزمالك بدأ الماتش ده بحوالي 4 أو 5 تغييرات، منهم محمد ربيع كنا بنطالب انه يلعب عشان نشوفه، وعشان دونجا لما بيتصاب احنا الحته دي بتفضى خالص، وهو كان مصاب محمد ربيع عموما، فاول ما رجع طالبنا كلنا انه يلعب. ف ربنا يسهل كده ويبقى لعيب ممتاز ويبقى لعيب كويس يقدر ينفذ حاجه النهارده. برضه نفس الآفة، الفينش بتاع ناصر ماهر المقرف اللي ضيع مننا والله كان اسهل ماتش في الدوري ماتش الاهلي، كان اسهل ماتش في الدوري ماتش الاهلي. الاهلي كان مسلم نفسه، قلنا الكلام ده في الفيديوهات اللي فاتت، الاهلي كان مسلم نفسه، الاهلي ما كانش قادر، حتى لما انت رحت سايب له الكوره وانت بدون داعي كنت راجع، هو ما قدرش يعمل بيها حاجه طول ال 90 دقيقه، ماسك الكوره تلويش وكوره وشعلقه ومفيش كوره بتتقدم. ف والله انا خسرت ماتشات اهلي عمري ما كنت زعلان عليها زي الماتش اللي فات، لان انا لما خسرت كان في ماتشات انا كنت احسن فخلاص ربنا ما وفقنيش، او ماتشات انا كنت وحش فخلاص انا استاهل اخسر. لكن ماتش توفيق كان معاك، الاداء كان معاك، الاهلي ما جالكش، اتقدمت بالنتيجه، وتيجي انت تكون مفرط في الماتش، انت يعتبر خدت الماتش حطيت اجوان في نفسك. الماتش اللي فات بتاع الاهلي ده اكنك حطيت اهداف في نفسك، فمش قادر، حاسس انا خانقه مش طبيعيه. فرق مصر كلها بتضغط على محمد اسماعيل، ما بتضغطش على حسام عبد المجيد، عشان حسام عبد المجيد الباص بتاعه ضعيف وسيء كل حاجه. حسام عبد المجيد نفسه ما يعرفش كده، وعلى طول بيقاوح ان هو يعمل باص جامد، باص ريسكي، باص لونج بول، باص مش عارف ايه، فاهم؟ نفسي في اكتر ان هو ما يعرفش يباص. احمد شريف مش وينجر خالص، ادم كايد مش وينجر، شيكو بنزا الوحيد اللي وينج شمال. النهارده محمد شريف بيلعب، احمد شريف بيلعب وينج شمال، لكن هو مش وينج شمال، فهتلاقيه دايما ان هو بياخد على الخط يحاول يعمل سباق سرعه، عشان هو ما عندوش خصائص الباك الوينج الشمال، فهتلاقيه دايما عايز يعمل سباق سرعه، وهيروح هناك هيقوم قاطم وعايز يعمل اوفر. فدايما انت هتلاقي ده، مش هتلاقي يعني، مش هتلاقي ابداعات، مش هتلاقي الواحد على واحد، مش هتلاقيه يضم ويخش ويلعب باك باص، الحاجات اللي هي اللي احنا عارفينها دي مش هتلاقيها. بص اللي بيحصل مع بيسيرا الماتش ده نفس اللي كان بيحصل معاه الماتش اللي فات من ماتش الاهلي، ضرب 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 ضرب، وفي الاخر بيتقال لك اصل طلع بيسيرا من الشنكاريا مش عارف مين ده بتاع المحل ده مش عارف اسمه ايه،
فطلع وهو طول الماتش بيتضرب. يعني هو الماتش اللي فات هو لعيب يا عيني لسه جديد علينا، فما كانش عارف ان ده هيحصل. يعني هو مش متخيل ان هم هيقاوموه بالضرب. فالماتش اللي فات كان ساكت، قال لك يمكن دي حاله طارئه في حاجه غلط. بص دلوقتي بدا يعترض على طول، اللي هو لا ده انا كده اتضربت. انتوا الماتش اللي فات انا بتضرب بقول عادي يمكن هيبطل، يمكن الحكم هيدي انذار. الراجل لقى ان الحكم ولا بيدي انذار ولا لقى ان الضرب بيبطلوه. هو كان متخيل ان هو هيقفلوا عليه بافكار تكتيكيه، بافكار خططيه، لعيب جامد هيعرف يقفل عليه. لكن لقى ان هو بيتضرب. فالماتش ده بقى اتعلم، قال لك لا انا اول ما هتضرب هتكلم. فاهم؟ بص يعني هو حتى اللي ماسكه النهارده، بص الباك هو نفس الفكره. ده الباك الشمال، ده الباك الشمال بتاع فرقه المحله. بزيرة بيخش جوه داخل معاه، هو اصلا ما بيلعبش باك. يعني هو النهارده بيلعب باك وهم المحله طالعه بالكوره، والمحله طالعه بالكوره وبيلعب باك. المحله مش معاها الكوره، هو بيلعب مان على بزيرة. لو بزيرة راح وحدتهم هيجري وراه. هو وبيلعب معاه مان، مش اللي هو في فرق بينهم خطوتين ثلاثه، لا هو بيلعب مان. هو متشعبط بسنانه في ودانه. بص مفيش ما بيلعبش باك، ما بيلعبش كوره اصلا. بمناسبه ماتش الاهلي، وان بزيرة كان ممسوك من كوكا، وهم قعدوا يقولوا كوكا عمل وكوكا سوى. بالمناسبه كوكا مضى مع ادم وطني، ان الاهلي كان منزل بيان مخصوص ان اي لعيب عنده هيتعاقد مع ادم وطني هيعاقبه. فادم مبروك لكوكا التعاقد مع ادم. بص الكره الوحيده اللي بزيرة خطير. بزيرة اما غفل الواد عمل يعني تمويه فيك كده ان هو هيطلع، قام واقف، فالواد طلع لوحده، قام هو واقف خد الكوره. فالمان اللي كان ماسكه قام دخل جوه ال 18 بقى، خلاص هو لقى ان هو ما بقاش بتاعه. الكوره الوحيده ارتاح فيها، عمل خطوره مش طبيعيه. يعني عمل خطوره مش طبيعيه. انت مش هتضربه، هيبهدلك كوره، فنيات وكوره وتكتيك، هيكرهك في حياتك كوره. لكن ضرب خلاص، هو انت هتضربه هيعمل ايه؟ هو مش جاي يلعب ملاكمه الراجل. الكوره عم عاملها بالعرض، اللي هي بتاعت محمد شريف اللي اتشالت من على الخط. البروفايل الوحيد اللي قريب من عدي الدباغ هو عمرو النصر، وده اللي كان منجح فيريرا بطريقه الضغط اللي هو بيضغطها. الدباغ بيضغط بالطريقه اللي فيريرا محتاجها بالظبط، فكان اقرب حد عمرو نصر. ليه ماتش الاهلي نزلنا ناصر منسي؟ الفكره ان ناصر منسي حتى لو ناصر منسي ما بيعرفش يلعب كوره، مش ما بيعرفش يضغط، ما بيعرفش يلعب كوره. كانت الشمال اللي انا شفتها في حياتي، طبعا اعلى باك شمال في تاريخ مصر عبد الشافي. انا من ساعه عبد الشافي ما شفتش حد بالجوده دي. عنده مشاكل في الاوفر بس كجوده باك متكامل جامد. عنده شويه تريكات طبعا زي اي باك في الدنيا، بس باك يعني مش قادر افهم ليه الزمالك ماتش الاهلي ما ضغطش بنفس الطريقه دي. لان هو لما ضغط كده كان محتل الملعب اول تلت ساعه، وفي اخر الماتش لما قرر يطلع بالكوره عمل خطوره. افتكر معايا كده ماتش الاهلي، الهجمات الخطر اللي في الماتش، الاربع هجمات بتوع الزمالك الانفرادين اللي في اول الماتش، والكوره بتاعت بنتاج اللي عملها بالعرض، والكوره اللي جت في العارضه، كل دي خطوره الزمالك عملها. هات لي هجمات الاهلي. ليه يا زمالك رجعت؟ معرفش ليه يا فريرا قررت ترجع بالماتش بالطريقه المستفزه دي، مش عارف. ماتش زي ده اهو، انت اوفرات فاولات، قادر تعمل خطوره، لعب جماعي قادر بتوصل. لسه الترجمه ماشي، لكن في الاخر انت بتلعب بطريقتك. يعني النهارده هو مغير افراد لكن بنفس الطريقه بنفس الشكل. للاسف عندنا مدرب شاطر للاسف، لكن كان جبان في ماتش الاهلي، كان جبان. كلمه مدرب شاطر دي انا عارف انا بقولي كويس، عندنا مدرب شاطر. خد بالك من ضمن الفرق اللي ما بيتعملش عليها هجمات اصلا هي غزل المحله. فريق دفاعي رخم بيرص الاتوبيس وما بيتعملش عليها هجمات. انت لحد دلوقتي عامل هجمات وعامل خطوره على اقرب لعيب لعدي الدباغ هو عمرو ناصر 100%. يعني لعيب بينزل يستلم ويسلم وبيعرف يستلم تحت ضغط جوه ال 18، بيوصل للكوره، مش بيوصل بعشوائيه. يعني ان انا بوصل وخلاص، لا انا بوصل للكوره قادر اهدد. احمد ربيع اول الماتش والله العظيم
حاسه مختلف، حاسه لعيب كويس يعني. بس الواحد منطفي والله، ما يعني واحد منطفي جامد والله. بس هو لعيب كويس يعني، لعيب ريجيستا قريب من طريقه اللعب بتاعت مهند لاشين. لعيب كويس واضح يعني. طبعا مش من كوره هنقول كده، بس هو شكله لعيب هيدر يعني. هو طويل يعني، انا ما كنتش عارف ان هو طويل كده يعني. انا ما كنتش متابعه جامد ايام البنك، بس هو الواضح ان هو لعيب كويس يعني. يعني طويل وجسمه كويس تمام والله. اول ماتش لاحمد ربيع بجول، لعيب شكله مجتهد، مش قادر يعني، مش هقول طبعا نظره يعني واضحه 100% يعني. بس هو لعيب مجتهد ولعيب ريجيستا. انا مبسوط، انا كان نفسي في لعيب 6 ريجيستا جدا. ولعيب بيعرف يباصي، لعيب بيعرف يشوط، لعيب بيعرف، عنده شويه حاجات بيقدر ينفذها يعني. لعيب عنده فيجن عالي، لعيب بيعمل اسكان محترم. يا رب بس يبقى ده الحقيقي بتاعه، مش اول ماتش فهو عامل اداء مختلف يعني. ان شاء الله يعني. ماشي يا عم، ما تسيبها له هو احسن، هو موقعه احسن. انتشار احمد ربيع في نص الملعب حاجه تفرح يعني. بس يا رب ما يكونش ماتش، عشان الراجل ده اول ماتش ليه معانا، فيا رب ما يكونش ماتش وده حماس البدايات وبتاع. يا رب يكون هو كده دايما. انتشار عالي قوي يعني، وقطع كوره وباصات وفيجن وحاجات كتير يعني. معجب بيه قوي انا من اول ماتش بصراحه. ناصر ماهر هنا كان ممكن يعمل حاجه احسن من انه يبازي لاخوان بزيره، بس عشان الماتش اللي فات كله قالوا انت ما بتبازلوش ليه؟ وانت غيران منه وانت مش عارف ايه. قام هو عامل ايه بقى؟ قام مبازيله. هو الباص حلو مكانه حلو، بس قام مبازيله، بس كان قدامه تصرف احسن. احمد شريف ما بتاع الصباح، واحد لعب جري شوط واحد، وقع في الارض جاله شد في الخلفيه. ليه؟ عشان المحله ما ينفعش تجيب جول، ما ينفعش، ولازم احنا نجيب جول. عشان المحله لو اتعدت معاك او الماتش فضل متعلق، المحله لو اتعادل هيرص الاتوبيس وهيطلع لك بالماتش تعادل، واحنا مش حمل اي تعادل. واحنا لازم نأمن بجول بدل ما يحصل نفس العلقه ونلبس جول في اخر دقيقه. اهو الجون اهو، طب بص. طب يا عم جيت وانت بتبعت قضيه مش بتبعت باص، بيبعت محضر، والله بيبعت محاضر يعني. يلا عمرو نص نهائي. احمد يا حمدي كل دي زقه يا احمد يا حمدي. انا والله العظيم اعصابي خلاص تعبت والله. عمرو نصر هايل والله، مش عارف ده ازاي. من هنا لحد الهلولو شيكابالا رقصني. الورقه بتاع الفار شال الفيشه، حط مكانها فيشه الكاتب، قال له الفار فاصل. يا عم حط وشك وروح جاره. طب انت شويت عنه. ايوه انت شويت عنه. خبط. هو عبد الحميد معالي نازل يلعب باك ولا ايه بقى؟ بنتايج بتعمل ايه يا بنتايج؟ انا بقيت منطفي بطريقه يعني. ايه يا بنتايج؟ كوره ملهاش اي لازمه يا بنتايج، بتعمل ايه يا بنتايج؟ كوره سهله بس عامل اسيست. عمر طيب قام داخل برعونه. طب نجري قدام الراجل، لا ما جريناش قدام الراجل. ليه القرارات فيها حاجات غريبه؟ ليه قرارات اللعيبه فيها حاجات غريبه؟ ليه بيبقى قدامي باص سهل بلعب باص غريب؟ جون
بتنتهي بباص غريب. دلوقتي برضه بيزيرا يبقى قدامه باص سهل يقوم لاعب الباص الرخم اللي يخليك تضغط. انا نفسي افهم ليه القرارات دي اصلا؟ ليه القرارات دي؟ قرارات اللعيبه نفسها فيها مشاكل، ومش قرارات اللعيبه الوحشه، لكن معظم اللعيبه قراراتها غريبه. هي الكرة هنا فيها خرجت نصها بره، لكن الكرة نصها جوه على الخط لسه، فانا اعتقد جوه اهي. ما خرجتش كامله، هي خرجت منها حته بس ما خرجتش كامله. الله يسامحك يا اخي، ما تخلص يا اخي. القانون بيقول انها تخرج بكامل استدارتها، بكامل استدارتها. هي هنا خرجت، لكن في بتاع حته كبيره من الكوره كده ما خرجتش. عايزين نخلص عشان الوقت ما يضيعش، يعني هي تتحسب يبقى ما تتحسبش.